السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا. الحقيقة حابب أرجع هي رسالة لباسم ياخور، الفنان الشبيح اللي ما بيحسن يطلع من عباءة تشبيحه، اللي أرسلنا رسائل لأمهات الشهداء وللناس المفجوعين ولأمهات المعتقلين من مطعم. يعني قلنا خلص بنزل يعني وبصمت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلم حبشي قال له غيب وجهك عني. يعني أنا طبعا حبشي دخل الإسلام ما كوع، وهي الرسالة حابب أبعثها لباسم والشلة اللي كانت معه، إنه إذا كان عم بتطقطقونا وبتجيكرونا في دخولكم المطعم وعم تبعتوا رسائل يعني للشعب اللي ضحى واللي جاب لكم حرية التعبير، للأسف أنتم ما بتستاهلوها. والله أقسم بالله العظيم أنا بشوف إنه صرماية أم أحمد أشرف منكم، وطالب وزارة الداخلية أن تعتمد صرماية أم أحمد والتسوم اللي شيلتها بإجرة تتوزع في عدة أماكن وعلى وزارة الداخلية تحديدا، لتعتمد سلاح استراتيجي وقوي في وجه هؤلاء السفلة. الظاهر ما بيسمعوا الكلام اللي عم نحكيه بشكل هادئ ورزين، رسالة التسامح ما بيستوعبوها. الحقيقة ما بتفهموا غير بالصرماي اللي رفعتها أم أحمد. أم أحمد كانت أكثر وعيا مننا وأكثر حضارة منا. شي معيب، شي معيب. بلغ السيل الزبا، بكفي. لازم بقى نحكي بشكل إنه نضع الأمور في نصابها ونحكي الأمور مثل ما هي. يعطيكم العافية.